السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أصدقائي. النهاردة على قناة شرح مختصر هقدم لكم موضوع جديد ومفيد. موضوع النهاردة هنتكلم عن جو كيتش أو اسمه كيتش. كيتش يعني مختصر لكلمة كيتشن. كيتشن اللي هو المطبخ. تعالوا نشوف في الموقع ده بيقدم لنا ايه ونقدر نستفيد منه ايه ونستفيد من خدمات الموقع. دلوقتي اي حاجة على السوشيال ميديا لازم ليها سلبيات وليها ايجابيات. نقدر نستفيد إيه من ايجابيات هذا الموقع. تعالوا نشوف الموقع ده. ممكن ينضم فيه اللي هم الشيفات والطباخين يقدموا وصفاتهم وتجاربهم في المطبخ. تعالوا نشوف كده موضوع القائمة الرئيسية. طبعا دي أهم حاجة بنبص عليها. أول حاجة المناسبة، نوع الوجبة، أقل من 30 دقيقة، نظام غذائي، الشيفات، أطبخ إيه، المناسبة. طيب تعالوا نشوف كده بصة سريعة على الموقع نفسه. طبعا هم كاتبين إيه: وصفات صحي، مشروبات، فطار، حلويات، غدا، سلطات، مأكولات بحرية، لحم بقري، أطباق جانبية، دجاج، معكرونة، نباتي. تعالوا نشوف اللي هم كاتبين محتوى الوصفات. زي ما احنا شايفين قدامنا حضراتكم اللي حاطين الوصفات على الموقع دول طباخين واسماء شيفات كبار، ممكن كمان بيتعرضوا وبيظهروا على شاشة التلفزيون. نشوف كده. طبعا زي ما قدامنا حضراتكم اسامي مشهورة ممكن تكونوا انتوا عارفينها، يعني غادة التالي مشهورة. اسامي شيفات كبار. زي ما احنا شايفين حضراتكم مشتركين في هذه القناة: مي يعقوبي. زي ما احنا شايفين حضراتكم وانتوا باصين معايا على اسامي الشيفات. دول مشتركين في القناة بيقدموا وصفات ووصفات طبخ معتمدة يعني. طيب تعالوا نشوف المناسبة. طيب دي مناسبات اللي هو بيبقى كل أكلة وليها مناسبة أو ليها وقت أو ليها يعني مناسبة أو وقت أو يعني أجازات، مثلا زي عيد الفطر، عيد الأضحى، كريسماس، مثلا شغل، مثلا لانش بوكس للأطفال، زي أعياد ميلاد وهكذا. طيب دي المناسبات اللي هي للأكل. طب تعالوا نشوف نوع المطبخ. مطبخ طبعا فيه الإيطالي، فيه التركي، فيه الشرق الأوسط، فيه المصري، فيه المكسيكي، فيه اللبناني، فيه الأسباني، فيه البريطاني وهكذا. طيب ده نوع المطبخ. طيب نوع الوجبة بقى فرانش، يعني في وجبات فطار، غدا، عشاء، وجبة خفيفة، شوربة، قهوة، أطباق جانبية وهكذا. أنا شايفة الموقع ده ممتاز لأنه بيقدم تنوع ومحدد قوي في أنواع الوجبات وأنواع المطبخ وأنواع الأكلة والمناسبة اللي بتقدم فيها، وكمان توقيت الأكلة بياخد قد إيه. يعني مثلا وصفات مثلا سريعة في أقل من 30 دقيقة، أقل من نص ساعة، حاجة تتعمل بسرعة. فدي حاجة برضو كويسة انه ايه. دلوقتي احنا معظمنا يعني الاكل لازم ايه بنختار فاست فود على طول، يعني الوجبات السريعة. بس دي ممكن وجبات سريعة برضو تقدر تعملها في البيت وتقدر ايه تاكلها بسرعة. فدي حاجة ممتازة جدا. زي ما احنا شايفين حضراتكم وجبات سريعة جدا في اقل من 30 دقيقة زي ما احنا شايفين حضراتكم. طيب تعالوا نشوف برضو ده زي عنصر كويس. برضو نظام غذائي، يعني حسب كل واحد نظامه الغذائي، في صحي، في نباتي. نباتي بالكامل، الناس ما تاكلش لحوم مثلا، او ناس تاكل لحوم، او ناس تاكل نشويات وهكذا. طيب ده اسماء الشيفات. طبعا احنا عرفنا عرض جميع الشيفات، احنا عرضناهم مشهورين. والبحث طبعا بنبحث باسم المطبخ او اسم الشيف او اسم الأكلة. تمام.
اطبخ ايه؟ ده سؤال كل يوم الستات بيسألوه. محتارة تطبخي ايه؟ بيوصلوا في يعني بيبقى في افكار جديدة بيحطوها، زي مثلا هذه الافكار. تعالوا نشوف مثلا الفكرة دي. فطبعا بتبقى طالعة ومعاها فيديو كمان بتشرح الوجبة زي ما احنا شايفين حضراتكم. تقريبا اسمها لازانيا البطاطس. وقت التحضير، الوقت الكلي، عدد الافراد تكفي 6 افراد. مكونات طبعا زي ما احنا شايفين حضراتكم، لحمة مفرومة وبصل وطماطم ومعلقة معجون طماطم وجبنة وموتزاريلا. تعليمات طبعا اللي هو واحد زي ما احنا شايفين حضراتكم، كاتبة الخطوات: 1 2 3. دهن الصينية بالزيت، غطي المقلاة، يتحول لون اللحم الى اللون البني، واضف البصل المفروم. بعد كده نضيف 3 طبقات من البطاطس ونخبزها في فرن ساخن لمدة 30 دقيقة ونزينها بالطماطم. وطبعا بعد ما بتقرأ كمان في عندك خانات صغيرة كده عندك تعلمي فيها بعد ما تخلصي الوجبة. وبعد كده بتدي ريت للريسبي لو عجبتك، وفي كمان وصفات شبيهة هذه الوصفة. وبعد كده بتبتدي تدي الريت وتكتبي تعليق لو عجبك هذا الأكلة وترسلي تعليقك. فعجبني بصراحة هذا الموقع، انه افادني، انه اداني معلومة وبالتفصيل وكل حاجة عن المطبخ. فدي حاجة ممتازة جدا. نوع الوجبة طبعا مثلا لو هنعمل فطار نشوف كده مثلا تجربة، نجرب مثلا فطار ايه، انواع الفطار بيدونا افكار جديدة زي ما احنا شايفين. مثلا فطائر، سندوتشات الجبنة، الفول، فطير الحادق. طبعا وصفات بوريك التركي. في وصفات كتير قوي 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 زي ما احنا شايفين حضراتكم، ووصفات شهية كمان، يعني مش وصفات يعني مكررة، وصفات شهية من 20 ل106 وصفة. يعني الموقع جميل وممتاز وينفع ستات البيوت وينفع الستات اللي هي المرأة العاملة برضو، ان وصفات كتير تقدر تنوع في مطبخها. وكمان تشوف تجارب شيفات على الموقع، مثلا يعني مثلا تدوس مثلا على حاجة زي كده لشيف اسمها سلمى سليمان. كمان الطبخة بالفيديو كمان، يعني هي مصوراها فيديو وكاتباها وقت التحضير بتاعها ووقت الطبخ، وكمان عدد الأفراد وعدد الكمية للأفراد، وطبعا التخمير وبعد التخمير والحشو وتعليمات. طبعا هي مكونات بعدها التعليمات. بنخلط طبعا دي مع الخميرة مع السكر، وكل ما يعني بننفذ خطوة بنعلم عليها. وزي ما احنا شايفين حضراتكم نقراها مع بعض. بنغطي العجينة ونحضر الحشوة وبعد كده تتخمر العجينة وهكذا. زي ما احنا شايفين حضراتكم الطريقة قدامنا. وطبعا بندي ريت للريسبي اللي هي الوصفة، وكمان في وصفات شبيهة لنفس الوصفة اللي احنا كان قرينا عنها هذه الوجبة. طبعا انا بشكركم على حسن استماعكم، وارجو ان انا ما كنتش اطلت عليكم، وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنسوش السبسكرايب، ومنتظرة منكم اي كومنت، ودمتم في خير بإذن الله. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.